السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدأ. النهاردة هنعمل ايه يا بنات؟ هنعمل جبنة قديمة مش بصوا بقى، جات لي الفكرة ازاي. دخلت مرة كنت بشتري حاجات يعني للبيت وكده، ولقيت فيه عرض مرطة. فرحت بقى قوي لاني سعرها كان كويس وكده. المهم رحت جايبه الثلاث علب اللي انتوا شايفينهم اللي هم فوق بعض دول. طبعا جبتها هنا البيت ادوقها، ولا فيها ريحه المرطه ولا طعم، ولا معرفش، هي طعمها غريب كده وكريمي يعني ما تعرفش حاجه خالص عن المرطه بصراحه يعني. خلاص، لما كنت بقى في الصعيد وانا جايه عطوني ايه، مش المش الابيض ده. هو نفس طعم الجبنه الفلاحي بالظبط، اللي هي الجبنه القريش. بس هم مش بيعملوها بقى على حصيره ويقطعوها زي ما بتشوفوها كده، لا، بيحطوها ببرطمانات كده ويستعملوها. تمام. فجيت عملت ايه بقى، البرطمان الاول اللي انا فضيته ده فيه شطه وملح كتير يعني عشان بعد ما يقدم يبقى مش، والابيض اللي انا حطيته التاني ده اللي انا بفضيه دلوقتي، ده كان جبنه قريش صافي، ما فيهوش اي حاجه، ولا ملح ولا شطه ولا اي حاجه. المهم كان عندي كيس الفلفل الاحمر ده في الفريزر، جبت عملت برطمانين بالثوم، وده شلته يعني كان زياده وكده، طلعته حطيته عليه بقى. فالمهم رحت مفضيه بقى المش ده الجديد ده بتاع الصعيد، مسمينه مش جديد بيقولوا عليه كده، بس هو نفس طعم الجبنه الفلاحي. فضيتهم زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم الفلفل ده برضو، ورحت مفضيه بقى العلب اللي هي بيقولوا عليها مرته، وهي صدقوني ما فيهاش اي ريحه طعم مرته ولا اي حاجه. يعني طعمها كده جبنه كريمي، جبنه حادقه، ما اعرفش، هي طعمها غريب وخلاص. المهم قلبتهم على بعض زي ما انتم شايفين كده يا بنات. وبعد كده ايه بقى، عندي شويه جبنه قديمه حطيتهم، وكان عندي برطمان برضو فيه جبنه قديمه خلصنا الجبنه منه، وفيه اللي هو الميه بتاعته اللي هي دي اللي انا قلبتها دي، فضيتها برضو عليه خالص. وبرضو حتتين تانيين يعني. المهم فضيت التلاجة، اي جبنة عندي كانت قديمة في طبق او في علبة، او المية بتاعت الجبنة دي حطيتها كلها على بعضها. انا يعني كنت بعملها كده، وكنت قلقانة منها ان هي ما تطلعش كويسة، بس ظبطت يعني، طلعت طعمها تحفة ويتاكل منها على طول يعني، حتى مش لازم يعني خليه يقدم ولا كده، لا، طعمها حلو قوي. حطيت التلات علب المرطة دي، استخسرت ارميهم بصراحة. والله جات لي الفكره، انا كنت داخله انام، فكرت ان انا اعمل فيهم ايه يعني، رحت طلعت على طول نفذت الموضوع. حطيت الجبنه القريش دي على الجبنه القديمه، على كل اللي عندي، وعلى المرته دي اللي هم بيقولوا عليها مرته. انا هوريكم الاسم بتاعها عشان خاطر للامانه يعني، لو رحتي وقابلتيها قدامك وعليها عروض ولا حاجه ما تجيبيهاش احسن، لو انت مش هتستفادي بيها زي ما انا عملت كده. حطيت بقى شويه كمون حصى، حطيت شويه شمر عشان ما يحصل لهمش حاجه يعني. انا في حد قال لي حطي شمر، الشمر بيمنع لو في دود او اي حاجه، ما بيجيبش للجبنه الحاجات دي. حطيت ايه كمان يا بنات، حطيت شويه شطه حمر، حطيت شويه كمون حصى وشويه ناعمين، كل حاجه حطيت منها. بصوا الشطه الحمراء دي اللي انا بقوله، هي كان في شطه من الاول، فبصوا الظبط بقى، بصوا عملته ازاي، طلع طعمه تحفه برده. وغطيته كويس وقفلته حلو وحطيته في التلاجة. وشو زي ما قلت لكم، الكمون والحصى والسمسم والشمر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشوفوا افكاري حلوه ولا لا. ده مش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.